السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال. كل سنة وأنتم طيبين وبرضه رمضان كريم ومكملين في وصفات رمضان. ورمضان يعني حلويات شرقية، ومن ضمن الحلويات الشرقية لقمة القاضي أو الزلابية، أو اللُجيمات في الخليج، زي ما بيقولوها. كل العالم وعايزة أقول لكم إن في حاجات شبهها كده هندي، فالزلابية ما بيختلفش عليها حد. شايفين هشة وطرية، جربوها إن شاء الله بالمقدار اللي أنا هاعمله لكم ده، هتعجبكم جدًا إن شاء الله. نبتدي في أول حاجة الخميرة. الخميرة لازم نتأكد قبل ما نحطها على أي وصفة إنها شغالة. شغالة يعني إيه؟ يعني بتتفاعل. لأن ممكن أنا أحط مقدار الخميرة على الدقيق مباشرة ويطلع الخميرة مش شغالة، فبالتالي هتبوظ الوصفة كلها. ففي كوباية صغيرة كده نحط معلقة خميرة صغيرة على معلقة سكر صغيرة وشوية مية دافيين، وسبتها شوية واتأكدت بالمنظر اللي انتوا شايفين ده ان الخميرة متفاعلة، هتتفاعل ان شاء الله. فهبتدي احضر بقى المقدار، المواد الجافة اللي هي كوبايتين وربع دقيق. كوبايتين وربع دقيق. انا اسفة عشان بتحرك قدام الكاميرا بس فالصورة بتتهز شوية، كاميرا التليفون. خلاص، ربع كوباية نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح. حطيت كوبايتين وربع دقيق وربع كوباية نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح. مقادير لقمة القاضي أو الزلابية بسيطة جدا وما فيهاش تفاصيل كتير. هقلب بقى المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هجيب الخميرة بتاعتي وهنزل بيها على المقدار الجاف. طبعا في شوية خميرة متبقيين في الكوباية، فأنا مش هسيبهم، هحط بقى في الكوباية نفس الكوباية كوباية مية دافية. وزي ما قلت لكم مج الشاي ده، الشاي لا السادة العادي ده، بالظبط زي الكوباية المعيارية. اقلب، وطبعا انا كده محتاجة سوائل تاني. ما تضيفوش السوائل في اي مقدار في اي وصفة تشوفوها مرة واحدة، زي المقدار اللي بتشوفوه، زي الطريقة اللي بتشوفوها. حطوا واحدة واحدة، لان انواع دي مختلفة. والزلابية علشان تعمل لك اشكال كويرات كويسة، لازم تكون مش ساعات بتعمل اشكال بيبقى العجينة سايلة زيادة، فلازم العجينة تبقى مظبوطة. فبالتالي ايه، نحط المية واحدة واحدة. انا احتاجت احط ربع كوباية كمان. بصوا العجينة عاملة ازاي، شايفين؟ العجينة لسه متماسكة قوي، مش المرحلة اللي انا عايزاها، فحطيت ربع كوباية كمان وهقلب. عجينة الزلابية ما بتبقاش عجينة متماسكة ولا عجينة سايلة حتى زي البانكيك او الكريب، لا هي اتخن من البانكيك والكريب. افضل بقى اقلب كده بالمضرب، ما اضطريتش ان انا اتدخل بايدي خالص. زي ما انتم شايفين بتعملوها بالمضرب بس، وتقعدوا تربوا فيها بالمضرب، تربوا فيها كويس جدا. هتلاقوا العرق عملت عرق كده او مطه. خلاص هي كده. هتشوفوا العرق والمطه اللي انا بقول عليها اهي. بصوا هتلاقوا بتطلع مع الايه، مع المضرب، مع المضرب بتاعي بتطلع لفوق. قلبت كويس جدا، قلبت كويس جدا. وهجهز المقدار ده علشان يبتدي يدخل يتخمر. خلاص كده انا مش محتاجة اكتر من كده. الزلابية سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت. هجيب بس العجين بسباتيولا، العجين اللي على الجناب، وهغطيها بحاجة وهسيبها على جنب تخمر. مهم جدا لقمة القاضي او الزلابية تخمر. انا كده هي خمرت زي ما انتم شايفين، طبعا الكمية زي ما انتم شايفين تضاعفت. هقوم زي ما انتم شايفين الربة اللي بتحصل دي، اقعد ارب فيها شوية وخلاص بقى، مش سيبهاش تخمر تاني. في اللحظة دي كنت حطيت الزيت علشان يسخن. انا ما بقتنعش بقى باي طريقه غير الطريقه التقليديه، مفيش اسهل منها. معلقه صغيره وتبلي ايدك ميه او زيت زي ما تحبي، وتمسكي العجينه بايدك وترفعيها زي الطريقه التقليديه، وهناخدها بالمعلقه كده. حاولي تخلي بس الكور بتاعتك مش كبيره، علشان لما الكور بتخش جوه الزيت بتنفش، لان احنا حاطين بيكنج باودر وحاطين خميره. فزي ما انتم شايفين الحجم بيتضاعف زي ما انتم شايفين كده. فما تخلوش الكوره من الاول كبيره، علشان لما تتضاعف للحجم الايه، المظبوط التمام.
وما تكتروش أوي في الزلابية، مش لازم تبقى الكمية الحلة أو الطاسة اللي بتقلوا فيها مش لازم تكون تملوا الحلة عشان تعرفوا تقلّبوا، مجرد ما حطيتوا الزلابية وخلّصتوا الكمية اللي أنتم حطيتوها، إيديكِ فيها ولازم تفضلي تقلّبي فيها، زي ما أنتم شايفين كده، علشان إيه، علشان تاخد لون متساوي، الزلابية تطلع معاكِ لونها دهبي متساوي، ما تبقاش من حتة واخدة لون ومن حتة تاني فاتحة، اللون يبقى متساوي. الزيت طبعًا لازم يبقى بعد ما الزيت يسخن كويس جدًا، لازم تبقى النار متوسطة، متوسطة مش هادية. لإن لو هادية هتنشّف لِك الزلابية بتاعتِك، بتطلّعي بعد كده الزلابية بتاعتِك على مصفى، خلاص، أنا ما باطلّعهاش على شربات أو سيرب، هاورّيكم أنا باعمل إيه، أنا باطلّعها على مصفى زي ما أنتم شايفين اللون تحفة إزاي، متساوي إزاي، وهو ده اللي أنا باقول لكم عليه، إن إيدينا تفضل تقلِّب فيها علشان تبقى متساوية في اللون زي ما أنتم شايفين اللون موحّد، زي ما أنتم شايفين كده، وباطلّعها على مصفى، مهم تطلّعوها على مصفى. أنا ما باحبش الحلويات اللي سُكّرها عالي أوي، فأنا باحب أطلّع كده خلاص الزلابية في بولة زي ما أنتم شايفين، و وبانزل عليها بالسيرب، مش بانزّلها على سيرب، فبالطريقة دي أنا باضمن إن الزلابية ما شربتش كمية شربات أو سيرب عالي أوي، للناس اللي ما بتحبش الحاجة مسكّرة. طبعًا الطريقة دي هتخلّي الناس تاكل منها أكتر، لإن الشربات بتاعها والسُكّر بتاعها معقول وقليل، فهتلاقي نفسِك بتاكلي أكتر. بس كده خلاص. الوصفة خلصت زي ما أنتم شايفين، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، رمضان بقى وخلاص إحنا داخلين خلاص على 10 أيام، أنا هابتدي أجهّز بقى وصفات الكحك والبسكوت والغريبة والكلام ده كلّه، وصفات رمضان. مستنياكم تجربوا الزلابية أو لقمة القاضي بالمقادير اللي أنا نزّلتها، وإن شاء الله تعجبكم، وكل سنة وأنتم طيبين وألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.